كاين تكوين عصابه اشرار الهدف نتاعهم الضرب بالماضي، وهما ما على باليش ولا تعمدوا، ما على بالهمش كي. بعد الإقصاء من كأس إفريقيا للأمم، الإعلام الجزائري يحمل بالماضي واللاعبين كامل المسؤولية، خصوصا بالماضي الذي تمت مهاجمته بطريقة شرسة وغير محترمة. وهذا ما جعل بعض الناس يدافعون عن بالماضي بحجة أنه هو كذلك تعرض إلى الضغط من طرف الإعلام منذ بداية هذه البطولة. الأول يقول أن بالماضي تعرض إلى حرب قذرة، والثاني يقول أننا لا يجب أن ننسى فضل بالماضي علينا كشعب جزائري بعد التتويج بكأس إفريقيا 2019. وفي الفيديو الثالث سنشاهد يوتيوبر يتحدث بحرقة على المستوى المنحط للإعلام الجزائري. وحتى الشعب ما ينتظرش مني نغير رأيي على بالماضي، والله ما نغير رأيي على بالماضي، وأتمسك بشدة. والحمد لله كنت الصوت الأول أخويا مصطفى، كنت الصوت الأول اللي تيريت لاسون الضلال، قلت لكم يا ان كومبلو كونتر بالماضي، كاين حرب قذرة ياك ضد بالماضي. باش اليوم تقول لي إخفاق، باسكو إخفاق كاين بزاف عوامل وكاين بزاف مسؤوليات ياك. العامل الخارجي أثر كثيرا على الجانب التقني. ياك مصطفى تسمح لي، si on a échoué aujourd'hui 99% c'est à cause des paramètres des facteurs endogènes et exogènes. هكذا نبدا لك بالعقل. كي تشوف فريق حضر جيدا لهذه المنافسه، كي تشوف فريق في التصفيات ما خسر حتى مقابله، التعثر الوحيد امام تنزانيا وكنا فزنا، يعني ندخلوا في التاريخ، يعني 5 sur 5 5 على 5 هكذا 6 على 6 6 على 6 اسمها شحال 18 نقطة. الدخول القوي في تصفيات كأس العالم 2023 خويا مصطفى ما انهزمنا ولا في مقابلة. ها كنا يعني متحضرين تحضير جيدا لهذا الكان. لكن مصطفى نبقاو ضعاف في النهائيات. بالعقل باش نفهموا باش الشعب تاعنا ماشي غبي، يعرف يدير استنتاجات، يعرف يدير خلاصات. قلت لك بدينا جاء رئيس جديد للفيدراليه، تفاهم مع بالماضي كيفاش يحضروا لهذا الكان هكذا، تفاهموا. دونك درنا تحضير في الطوغو باش نتأقلموا مع الجو تاع نعم. بارك الله فيك. التحضير في الطوغو كان جيد. التشكيله ولا جزائري اليوم ما لازمش ما لازمش نكونوا دوبل فاس، وما لازمش ننساو واش كنا نقولوا. ولا لاعب ولا جزائري يقول لك بلي التشكيله هذه ماشي مليحه هكذا. صراو دي بوليميك كاسماء، اسمح لي، صراو دي بوليميك. انا مثلا كنت ضد بالليلي مثلا هكذا، قلت لك بالرحمه خير مثلا. كل جزائري عنده الحق يعبر. رانا في الديمقراطيه في الجزائر الجديده حريه التعبير مكرسه دستوريا الحمد لله. دونك قلت لك في التشكيله ما كاش مشكل، في التحضير ما كاش مشكل. ماشي اليوم انت بعد الاقصاء تقول لي باللي المدرب هذا مفلس تكتيكيا واللاعبين هذو ماشي لاعبين. لا ماشي هكذا اللي يحلوا، ماشي هكذا اللي يحلوا مصطفى. لكن نحن لم نقول انه بالماضي كنا 5 تغييرات. راني جاي باش يفهم الجمهور. اسمع، كي دير كيما اون اناليز لازم تبدا بالمقدمه ومن بعد لب الموضوع ومن بعد في الخاتمه هكذا. لكن ماشي بحث مصطفى، لازم ندوها حبه حبه. لا اي جوستومون دوك ندخل لب الموضوع باش يفهم الشعب. تفضل. الشيء الذي لم يكن منتظر وشنو هو؟ مصطفى tu seras d'accord avec moi. الحرب القذرة هذه، بعض الصحفيين الزملاء سامحهم الله، بعض المحللين اليوتيوبر تفهموا داروا عصابة أشرار. كاين تكوين عصابة أشرار الهدف نتاعهم الضرب بالماضي، وهما ما على باليش ولا تعمدوا، ما على بالهمش كي يضربوا بالماضي يضربوا الفريق الوطني. شحال من خطره قلتها، كاين لي فيديو عبد الفاضل. انت نورمالمون تشهد. كنت نتكلم كثير، نتكلم يا جماعه سي با نورمال سكي سباس. وانا واش شفت مصطفى ما على باليش ولا شفت قسما عظاما غير خرجوه من التركيز بالماضي ولا ما على بالوش اش هو يدير، خاصه في المقابله الثالثه. تكلمت انت والشيخ على التغييرات هذو قسما عظاما. السيد
لكن هذه حاجه سمح لي خطيره مصطفى الان. ما تكوبينيش، خليني باش يفهم الشعب. والله قسما عظما السيد هذا وكان نجيبوا له بسيكاتر. لكن مصطفى المدرب يتاثر بالعوامل الخارجيه، هذه امر خطير مصطفى. خليني نهضر لكن لازم نعطي لك خليني نهضر يرحم بابك، ما تكوبينيش. تفضل مصطفى. انت يا دوك خرجوه من عقله، خرجوه من عقله. ما يقدرش يتبع. شفنا كاع المهازل اللي داروها لنا تما، المهازل اون دور دو ليكيب ناسيونال. سي با لابين نولي ما نجرحش الاشخاص. السيد هذا راني نقول لك جا الوقت وين يعني يهان بهذه الصفه. بالماضي نوصل لك ميساج بالماضي، خلي ليك نسيب الماضي. اذا عندك برد شخصيه وشويه عنيف من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعبر على هذه يعني الحادثة هذه لضرب المثال فقط، يعني مانيش حنتكلم على الكرة ولكن حنجيب الخلاصة تاع وش يحدث. هذو اللي راهم يقولوا بالماضي تربح وروح، هذو نفسهم اللي كانوا قبل 4 سنوات يقولوا تحيا بالماضي، وبالماضي يعني هو اللي سقمها، وبالماضي هو اللي دارنا كلش، وبالماضي هو اللي كذا. فهذا لتعلم طينة البشر تحسن إليهم سنوات، ثم في أول خطأ يقول لك أنت وش درت لنا. لو نبدأ نحسبه يعني في المعطيات، بالماضي جاء في منتخب كان منهار جدا، يعني جاء في حقبة ماجر، يعني بعد ماجر مباشرة هو جاء، يعني ما صابش فريق أصلا، يعني ما نقولوا بداه مساس وجاي يطلع. وش دار لك؟ أولا سلسلة الانتصارات، 2 كأس إفريقيا، 3 رد لك فريق يعني من لا شيء ردوا إلى مصاف يعني الفرق يعني الأولى، يعني صابنا منهارين، يعني صابنا لتحت طلعنا في الترتيب. الرابع أنه اختير كأحسن مدرب في تلك الحقبة. فمانيش مجرد مش أهدر على البالون، لكن أهدر على طينة البشر، كيف إذا أحسنت إليهم ثم إذا أسأت إليهم مرة. الدنيا هكذا دايرة، هذا الناس الحياة اللي رانا عايشينها تحسن إليهم سنوات، لكن بمجرد خطأ واحد يجبد الغراف يدخل القدر ويجبد لك كل عيوبك مع أنك أنت أحسنت إليه مرارا وتكرارا. هذا الفعل كان في الزمن الأول في النساء فقط، لم يكن في الرجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء أنهن ينكرن العشير، ما ذكر أن الرجال ينكرن العشير، لأنه من صفات الرجولة أنهم كانوا كما قالوا ناس بكري الملح، شغل يخلي ذاك الملح يفطرك خطرة أو يحسن إليك مرة يشد لك هذه الظنة حياتك كامل. لكن اليوم تساوى الذكر والأنثى في هذه الصفة، نكران العشير. بن شيخ عيينا وحلفت باللي ما نتكلمش عليه، حبيتوا ترخصوا الشعب. أنا نحشم نقولها في اليوتيوب يا بن عمي، هذا عنوان تاع قناة تلفزيونية، حبيتوا ترخصوا الشعب. كلمة هذه تقال في قناة تلفزيونية. يا ناس ربي يهديكم يا ناس، هذا كلام شارع يا ناس. هادو هما المحللين وهادو هما القنوات اللي راكو تجيبوهم للتلفزيون الجزائري يا ناس. راح نهبل يا ناس. يا دولة وراكي يا بن عمي، يا دولة راكي ما تسوايش اصلا. الاعلام راهو داير حالة في البلاد. بالسكر هذا اعلامي يهضر بهذا. ترخصوا كلام شارع يا بن شيخ. هذا كلام شارع يا اللي كتبت هذا العنوان. هذا كلام شارع، هذا ما يتحطش في التلفزيونات، هذا ما يتحطش باش يشوفوا العائلات. كلام شارع هذا، ما راهوش كلام تاع محلل. هذايا هبلتوا بالماضي، هبلتوا كاع اللاعبين، هبلتوا المنتخب والمدربين اللي راح يجوا، راح تزيد تهبلوهم، هبلتوا رؤساء الاتحاديه اللي مروا كامل. اروح زيد اسمع. بن شيخ يقصف ويمسح الارض بجمال بالماضي بعد الاقصاء من كأس افريقيا. عنوان زيرو نيفو. عنوان هذا وراه الاعلام البصري، هذا السمع البصري الاطرش الاعمى، وراه بن شيخ يمسح الارض بجمال بالماضي. يمسح الارض حاكم جمال بالماضي، ويمسح حشاشي وضرابي ويمسح. هذا عنوان يتحط في قناة تلفزيونية. بن شيخ يمسح الارض بجمال بالماضي. علاه؟ راك تشوف فيه يهودي، راك تشوف فيه جمال بالماضي. ولد بلادك
ولد بلادك انت ما تسوى والو يا بن شيخ. اليوم ما كانش الاحترام كاع معاكم انتم القنوات، لان ما راكمش تحترموا في الشعب، ما راكمش تحترموا في البلاد. ما تمسح الارض، انت تمسح الارض بجمال بالماضي. عجب لك كوب دافريك يا يشد فمي خير. يا واش درت انت في الكره؟ ما درت والو. تحل في فمك هاك فمك مشرق اكثر من اللازم. هاك فمك. واش جبت للكره الجزائريه؟ جبت لنا كوب دافريك، اهلت لنا الله كوب دي موند. واش جبت انت الكره؟ تهضر على واحد محترف، تهضر على واحد محترف لعب في مارسيل، لعب في مانشستر سيتي، لعب في المستوى العالي. جمال بالماضي انت تمسح بها الارض، انت من البلاد ما تخرج. انت يا بن شيخ، نقولها لك، انت يا بن شيخ، انت تيلمون زيرو. هربت القناه الهداف تحلل. كان جيت انت ذكي، او لو كان جيت انسان اللي يخدم بعد كره القدم، بعد الاعتزال من كره القدم، دير كيما داروا اعظم من اللاعبين في العالم. دير اعظم كيما دار بالماضي. سيدك بالماضي راح درب، بالماضي راح تعلم التدريب. بالماضي ما حبش وراح جابها في البلاطو ويحلل ويقصف في المدربين ويقصف في اللاعبين كيما انت اللي شايد الغل في قلبك. بالماضي كي كمل راح درب، كمل المشوار تاعو، راح درب انديه، ربح عده كؤوس في قطر، ربح كاس مع منتخب قطر، ربح جاب لك لاكوب دافريك 30 سنه ما ديتهاش من 62. لا ما على باليش. وحنا عندنا ليكيب ناسيونال داين خطره برك لاكوب دافريك، خطره داينها في حياتنا كاع. جاي تكذب بالتنوفيق والكذب، تقول لهم احنا شبعنا بالدومي فينال. انت ما راكش متاهل كاع للدومي فينال. وين شبعنا دومي فينال؟ كنا لا كوب دافريك يا بن عمي، كنا لا كوب دافريك ما نتاهلوش لا كوب دافريك ما نتاهلوا لهاش. هاوليك الاعلام اللي خسر البلاد، مريح في البلاطو فمو هاك يشرك. هذا هو الاعلام. بالماضي خفق بصح الضغط قالها لكم اليوم. رياض محرز قال لكم الضغط اللي درتوا علينا اكبر من اللازم. نزيد نعطي لك بالدم، ما تقوليش انه كنا ننتقدوا. ما كنتوش تنتقدوا، كنتوا تكذبوا. انتوما قويري درتوا عليه حاله. كذبتوا الاتحاديه، كذبتوا بالماضي، كذبتوا الناس كاع يا بن عمي. ما راهوش مصاب وعنده مشكل مع جمال بالماضي. حتى خرج المدرب تاع اللي يقصفكم. هذا ماشي ضرب استقراب، هذا ماشي زرع الفتنه قبل دخول على كاس افريقيا. حفيظ دراجي قبل كاس افريقيا، عند دخول كاس افريقيا يدير مقال يقول لهم جمال بالماضي ما عندوش كيما نقولوا في العقد تاعو باللي يوصل الدور الفلاني ولا الدور الفلاني. العقد تاعو 2026، ولو كان يخرج من الدور الاول ما نقدروش نحاوزوه. تا ليكيب ناسيونال تاعك راهي داخله على كاس افريقيا، وانت راك تتكلم على الاقصاء والخروج من الدور الاول. لا فهموا يا ناس فهموا. اولا راك داير الضغط على اللاعبين وداير الضغط على جمال بالماضي، راك تخوفوا فيه، راكو درتوا زرعتوا الخوف فيهم قبل ما يدخلوا لاكوب دافريك. زرعتوا الخوف فيهم. تخرج واسمها ديزات فوت هذيك اللي قسمها جمال بالماضي، تقول لك صادي يبحث عن بديل بالماضي قبل لاكوب دافريك. يا ناس قبل لاكوب دافريك يبحث عن بديل، قبل لاكوب دافريك يضربوا في الاستقرار سون بيتي يا بن عمي. كنشكركم على المتابعه، نشوفكم في الفيديو القادم والى اللقاء.